وتاني حاجة واخطر حاجة هي تلاعب اللي كان بيعمله نادي اليوفي والرشاوي لصالح سوق المراهنات، واللي بسببه نادي اليوفي وقع وسقط معاه كمان الدوري الإيطالي. ومشاكل وفضايح بالشكل ده معناها ان اي شركة اعلانات محترمة هتخلع من الدوري ده، وان اي لاعب كورة في عز مجده برضه هيخلع من الدوري ده. وفي الناحية التانية فرنسا واسبانيا بدأوا يحطوا رولز صارمة جدا، فابتدى شركات الاعلان تروح عندهم علشان يستثمروا. ودي يا حبايبي رحلة الدوري الإيطالي اللي كان نجومه ولا نجوم السيما، ووصل دلوقتي الدوري إن هو لم ينجح أحد. ويا رب دايما يا حبايبي مبسوطين وسعداء، وصباحكم